عقوبات لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري عن السوبر انتظرناها زي ما انتم شايفين. اول مباراة وعقوبة اول مباراة اللي هو ايقاف يوريتشيتش طبيعي بتاع الطرد والسب الجماعي من جمهور نادي الزمالك للحكم والغير الحكم، يعني متعودة دايما وبصراحة مش بعيد عن المنطق. الليلة بقى والحدوتة كلها في عقوبات نهائي السوبر اللي كان ما بين الأهلي والزمالك. عقاب جمهور الزمالك والأهلي سب جماعي 100,000، تكرار نفس الفعل جمهور نادي الزمالك بنفس العقوبة، سبحان الله. طيب عندنا بعد كده عقاب بزيرة وعقاب زيزو بإن هم اخترقوا بروتوكول تسليم الجوائز، كل واحد 50,000. طب هو مش هشام نصر هو رخر ما سلمش وما رفعش ايده وباعترافه؟ لا، احنا بنشوف بس بروكو المباراة كاتب ايه. حاجه بصراحه لائحيا وبالقوانين زي الفل، قشطه جلاش، حقهم. انا بقول لك حقهم. لكن انا بسال الجمهور لكره القدم ايا يكن انتمائك، انت شايف اللي حصل ده اسمه تطبيق لوائح وعداله، ولا اسمه موازنات وموائمات، ولا اسمه حاجه تالته؟ اكتبوها انتوا في الكومنتات. انا بالنسبه لي لا تعليق.